هو يبتدي فيلمنا مع أرسلان وباقي أفراد المجموعة والأخص سارة اللي بتحاول تتكلم معاه كذا مرة، لكن هو مش بيكون طايقها. هو بتبدأ أول خطوة في المهمة بتاعتهم في المطار اللي بيكون أرسلان مع ديفنز وبيستنوا سارة تديهم الإشارة بالوصول الواحد اللي هيقوم بتسليم الشنطة، ولما بيوصل بتديهم سارة مواصفاته. هو بتقول لهم إن ماسك شنطة جلد والمفروض إن جواها أرسلان المعلومات اللي محتاجينها. هو في بنتين سارة جايباهم، واحدة اسمها جين والتانية اسمها مارشا، وبتستخدمهم عشان يراقبوا الراجل. وبيكونوا قريبين، وأول ما جين بتهجم بيقرب ناس عليها وبتهجم عليها وبيكهربوها، وبتتعطل الصورة قدام سارة وبتفضل ثابتة كأن مفيش حاجة حصلت. ولما بتتكلم جين بتفضل تنادي عليها لكن محدش بيرد، وبيحس أرسل إنهم مش لوحدهم في المكان. وبتقول سارة في المايك إن في حد شاطر جدا متحكم بالسيستم ومعطل الكاميرات. هو بيخمن أرسن إن جون هو اللي بيعمل كده، وبيقول ناثن مادام جون موجود يبقى أكيد مايك موجود. وبيكلم نورمان عشان يقوله ويسأله، فبيقوله زي ما هو موظف إدارات تانية موظف مايك لأن الحكومة بتحب التنافس. وأرسن بيؤمر جيك إن يطلع من البوابة الخلفية، وبيكون وراه الراجل العجوز اللي ماسك الشنطة، لكن أرسين بيكون وراه اتنين من رجالة مايك بس بيقدر عليهم وبيضربهم. بيتخلّص منهم بسهولة، ولمّا بيخرج بيبُص فبيلاقي عربية راكبها واحد آسيوي وبيخرج منها ناس، وبيحاولوا يخلّوا الراجل اللي شايل الشنطة يركب معاهم، لكن أورسن وجيك بيظهروا في الوقت المناسب وبيضربوهم. بيتخلّصوا منهم لغاية ما بييجي الدور على ناثن اللي بيتحرك بالعربية السودا اللي كان متابع فيها الأحداث من الأول. وجوّه العربية الراجل اللي بيتصاب بنوبة قلبية وبيمسك قلبه من كتر الخوف. وبيفتحوا الشنطة وبيحاول ناصر إنه ينقل كل المعلومات اللي على القرص لسارة عشان تعرف تحملها، لكن في نفس الوقت الراجل بيقول لهم إن أصحاب القرص ده واخدين مراته رهينة، وبيقول لهم إنهم ما يعرفوش شكله. وبيطلب منهم يروحوا مكانه وبيوصف لهم المكان والميعاد اللي بيكون الساعة 6 عشان يقدروا ينقذوا مراته. وبيكون فاضل لحظات قليلة على تحميل الملف بالكامل، لكن مايك بيقتحم العربية وبيكون لحسن الحظ ناسن حمل كل المعلومات. أو بياخد مايك الكورس من ناسن وبيلاقي الراجل العجوز مات. وبتقول لهم سارة إنها حملت كل المعلومات، بس المعلومات كلها عشوائية وملهاش أي فايدة من غير المفتاح، وإن اللي قدامهم دلوقتي يروحوا المكان اللي قال عليه الراجل قبل ما يموت عشان يعرفوا هيسلموها لمين. فبيروح ناثن هناك وبيحط الشنطة قدامه، وبتقول له سارة إن ما يتكلمش كتير عشان لهجته ما تبانش. وبيظهر المحامي بين هاريس بتاع جريج مونز. وطبعا هتسأل مين جريج مونز زي ما سألت سارة أورسين، اللي قال لها تاجر سلاح وغالبا مش بيقع لأن ذكي جدا وأغلب صفقاته بتكون مع الإرهابيين. ولما بتبحث بتعرف إن جريج عامل حفلة خيرية في فرنسا للأيتام بتوع الحرب. وهناك في الطيارة بيقرروا سارة وأورسن إنهم يروحوا الأول للوس أنجلوس عشان يعرفوا يدخلوا حفلة تبع سمونز عن طريق دعوة من الفنان داني فرانسيسكو. وبعدين لما بيوصلوا بيسألهم ناثان إيه اللي يخليني أوافق، فبيقولوا له إنهم ماسكين صور وفيديوهات عليه وعلى الوكيل بتاعه. هو بيتكلم أورسين مع داني وبيقول له هيساعدهم وهيروح معاهم، وبيكون داني مصدوم ومش عارف أصلا مين أورسين. وبيقول إن لازم يطلع من الطيارة بتاعته، فبيهدده أورسين وبيقول له إن هيجي كده كده أو هينشر الفيديو بتاعه اللي مع أخت مراته. فبيوافق داني غصب عنه وبيروح معاهم لحفلة داني وبيكون قلقان وخايف، لكن سارة وأورسين بيحاولوا يهدوه وبيقولوا له إن كل اللي هيعمله إنه هيمثل زي ما بيمثل في الأفلام بتاعته. فبيقتنع داني بالكلام ده وبيستعيد ثقته في نفسه. وبتقول له سارة إن كل الموضوع إن هيكسب وقت لغاية ما يعرفوا يخترقوا التليفون. ولما بيدخلوا المركب اللي عليه الحفلة بيتفاجئ سيمونز بوجود داني فرانسيسكو بيسأل صاحبه لو كان هو واحد منهم وهو اللي دعاه، لكن كلهم بيقولوا له انهم ملهمش دعوه. هو بيعجب اورسين بعقد واحده لابساه وكان لسه هيشتريه، لكن نيسان بيحذره، لكن اورسين ما سمعش كلامه وقال انه هيشتريه. لكن بتيجي مساعده سيمونز اللي اسمها اميليا وتقول له ان العقد ده هديه من سيمونز لداني فرانسيسكو. وبيتعرف سيمونز على داني وبيقول له من اشد المعجبين بيه، وبيتكلموا مع بعض وبيعرف سيمونز ان اصحابه اللي موجودين معاه واللي هم ترينت وارنولد وبيشتغلوا في التكنولوجيا الحيويه. وبيعرف داني أورسين واللي بيكون اسمه تشارلي واللي بيمثل مدير أعمال داني. وبيقدم سارة اللي بيكون اسمها ميكيل. وبيقول لسمونز إن وش أورسين مش مدي على إنه وكيل أعمال خالص. وبيشك فيه اللحظة، لكن داني بيلحق الموقف وبيقول لسمونز سبب تشارلي هو أورسين أرباحه تضاعفت 3 مرات. وبيفضلوا يحتفلوا وبيحكوا مع داني، وبيطلب سمونز من إيميليا مساعدته إنها تنشغل شوية عنه وترد على مكالماته كلها. وبيبص أورسين لسارة في اللحظة دي، وبتستغل سارة الفرصة إن كله مشغول مع داني. وبتروح ورا إيميليا تابعة لتعليمات جي ديفيز وبيقول لها
إنها تقف في أقرب نقطة ليها علشان يخترق التليفون بتاعه. وبتقدر سارة إنها تزرع جهاز التصنت في مكتب سمونز. وبيلاحظ أورسين إن الشخص الآسيوي اللي كان في العربية في المطار موجود هنا كمان على هيئة جرسون، ومعنى كده إن مايك وصل برضه للمكان هنا. هو بيمشي أورسين ورا العميل الآسيوي وبينتظر ناسان اللي بيقول إن هيتكلم مع مايك، لكن الظاهر ما جاتش فايدة. والمكالمة بتنتهي إن مايك هيفضل ينافس ناسان وهيوصل للمعلومات، وبيقول له إن كده كده ناس أكتر وخبراء أكتر في كل المجال. وبيدخل أورسين على العميل اللي بيطلع اسمه فينسنت. وبيحاول أورسين إن يغريه بإن يديله الساعة بتاعته، وفي الناحية التانية بيكون مايك بيحاول ينبهه من أورسين، لكن فينسنت بيوافق وبياخد الساعة. لكن فينسنت برضه بيطلب فلوس، وبيروح أورسين يضربه وبيقول له يعني الساعة مش مكفياك. وبيضربوا بعض هما الاتنين، لكن أورسين كان محترف أكتر منه. وبعد ضرب كتير بيقضي على فينسنت تماما. وفي نفس الوقت بتكون سارة قربت من مكان إيميليا وبتكون واقفة، لكن فجأة بيدخل عليها بان هارس. هو بتعرفه بنفسها وبتقول له كذا معلومة عنها وبتحور عليه علشان يقدر جي ديفيز يكسب وقت. هو بتقول له إنها جت هنا عشان سمونز قال لها إنه عنده لوحة حلوة، فهي جاية عشان تبص عليها وتتأمل فيها لأنها بتحب الفن. وكده بتطول في الكلام معاه لغاية ما بيقول لها جي ديفيز إنهم قدروا يخترقوا الموبايل. وبتقرر إنها تمشي وبيتخلص أورسين من جثة فينسنت وبيرميها في البحر. ولما بتوصل سارة بتكون جنب داني، وبيعرض عليهم سمونز إنها يقضوا أجازة عنده آخر الأسبوع في القصر بتاعه. وبعدها بيجي واحد اسمه ألكسندر صاحب سمونز وبيطلب إنه يتعرف على داني ويتصور معاه هو ومجموعة من الرجالة بتاعته. وفي الوقت ده بيكون سمونز بيحاول يتقرب من سارة ويقول لها إن ممكن يوريها العالم كله وإنها تسيبه من داني وتخليه معاه. ولما بيجي أورسين بياخد سارة وداني وبيمشوا، وبيسمع ناثان والجروب بتاعه كل كلمة بيقولها سمونز لألكسندر في المكتب، وهي إن ألكسندر هيكون نصيبه من البيعة إيه لو تمت، $1,000,000. وبيكون ألكسندر فرحان جدا بالمبلغ ده وبيسأل ألكسندر مين المشتري، فبيرفض سمونز وبيقوله إن وظيفته إن هو اللي بيحمي كل فرد في السلسلة، وإن كل فرد ما يعرفش الفرد اللي قبله عشان البيعة تتم بأمان. وبيتصل ناسان مرة تانية بنورمان وبيسأله ويقوله إنه عايز يعرف هل مايك شغال تبع الحكومة ولا لأ، فبيقوله نورمان إن المعلومة دي هتاخد وقت وعلشان يعرفها. وبيقعد ناسان مع مجموعته وبيقرروا إنهم يعملوا إيه، وبتقول لهم سارة إن مفيش أي معلومات متاحة عن ترينت أو رونالد غير إنهم مهندسين زي ما قال سمونز، وبيقولوا إنهم محتاجين يخترقوا الأجهزة بتاعة الأوكرانيين اللي من ضمنهم ألكسندر عشان يعرفوا هم باعوا إيه. فبتقول لهم سارة إن الحوار صعب جدا وإن الحل الوحيد إن حد يخترق المكان بتاعه. بيتطوع أورسين وبيروح ينفذ المهمة، وفي إنه بيسرب الغاز للفيلا اللي هم فيها كلها فبيخليهم كلهم يناموا. وهو بيدخل الفيلا وبياخد كل الفلوس والمجوهرات والخواتم وبيفتح اللاب وبيحمل كل المعلومات وبيسرق كل حاجة. لكن فجأة وهو طالع بيلاقي حارس في وشه، وبيبان الحارس التاني بيهدده بالسلاح. هو بيعمل أورسين إنه غلبان جدا وبيقول لهم إن عنده طفل لغاية ما بيتمكن منهم وبيضربهم جامد. وبيضرب النار على راجل الحارس، وبتستناه سارة ومعاها جي ديفيز بره وبياخدوه وبيمشوا. وتاني يوم بتقول لهم سارة إن باين من المعلومات اللي موجودة على اللاب بتاعة الأوكرانيين إنهم كلهم موافقين على الصفقة، لكن مش باين إيه الحاجة اللي هيبيعوها. وبيسمعوا مكالمة جات لسمونز من ترينت وبيقولوا إن أصحابه مشكوك فيها، وبيشكرهم على سمونز على رعايتهم للحفلة الخيرية قبل ما يقفل عليهم السكة. وبتجيلهم مكالمة من واحد اسمه قاسم اللي بيقول على كل اللي حصل مع ألكسندر والحرامي اللي دخل وسرق كل حاجة في بيته. ولما بيبحثوا هم في الطيارة على تاريخ قاسم بيعرفوا انه يتعامل مع سمونز، ومن ساعة ما ظهر قتل ناس كتير وتخلص من جثث الناس اللي قتلهم. يعني من الآخر بيعمل لسمونز أي حاجة وهو عايزها. وبيوصل داني مع سارة لقصر سمونز في تركيا، ولما بيوصل هناك بيقعد سمونز ويفرجهم على العربيات اللي معاه. وبيكون داني مبهور، وبالذات لما بيشوف العربية اللي كان بيسوقها في فيلم قبل كده. وسمونز لما بيشوف داني مبهور بيها بيروح يلعب على أعصابه وبيقول له مدام عايزها هيديها له، ده طبعا عشان سمونز بيرمي لبعيد وإن عايز يغريه داني علشان يسيب له سارة بعد كده. وحاولت سارة إنها تكتشف المكان بتاع القصر لغاية ما إيميليا تلاقيها، وبتحاول سارة إنها تغير الموضوع وبتقول لها إنها كانت بتدور على مكان الأوضة بتاعتها. وبيكون في نفس الوقت ورسين مع جي ديفيز ووصلوا لتركيا وبيراقبوا قاسم وهو بيتحرك، وبيلاقي في نفس الوقت ان مايك برضه مراقبهم. وبيستغرب اورسين ان ازاي بيوصل للمعلومات دي بسرعة كده.
وبتكون سارة بتخترق نظام الأمن بتاع القصر عشان تتحكم في كل الاتصالات وكل الكاميرات اللي موجودة. وبعد ما ثبتت الصورة في الكاميرات راحت اتحركت ناحية مكتب سمونز واخترقته وبعتت الملفات اللي لقيتها عنده. وبيكون نسان مصدوم لأن أكيد في حوار أكبر من شوية أسلحة، لكن برضه سارة صممت إنها تحول كل المعلومات اللي موجودة على الجهاز بالرغم إنها مش هي اللي عايزينها. هو بيفهم نسان من كده إن سمونز بره اللعبة وإنهم طول الوقت كانوا بيدوروا غلط، وبيبلغ أورسين عشان ينسحب من عنده. لكن بيقول له إن أورسين إن بنهارس ظهر مرة تانية وده معناه إن سمونز متورط في حاجة معينة ولازم يفهموها. هو بيمشي أورسين وبنهارس والحارس بتاعه بيحاول يقرب منهم عشان جي ديفيز يقدر يعرف هو بيكلم مين والرسائل اللي بيبعتها، لغاية ما في مرة بنهارس بيقف وبيظهر أورسين إن بيتحجج وبيسأل الحارس على مكان تاني لغاية ما بيضربه. وفي نفس الوقت بنهارس بيبعت رسالة لواحد عشان يبعت تعزيزات، ولما بيقتل أورسين الحارس بيجري وبيطارد هاريس وبيساعده جي ديفيز إن بيحدد له مكانه في كل مرة. لكن في المرة هاريس بيهرب من الأسانسير وبيطلب من العامل الموجود إنه يصوره، بيستغل كده وبيحط تليفونه في جيب الحارس وبيرميه من فوق. ولما بيطلع أورسين لفوق بيتصدم وبيفتكر إن هاريس رمى نفسه، وبيقول لجي ديفيز ياخد التليفون بتاعه وأي بيانات. لكن جي ديفيز بيقوله إن اللي اترمى ده مش هاريس، وفي نفس الوقت بيكون هاريس بيهجم على أورسين عشان يرميه من فوق. لكن بيتفاداه أورسين بسرعة وبيقع هاريس من فوق، وبيحطوا جي ديفيس في العربية وبيتصل نورمان بناثان هو والمجموعة وبيقول لهم إن المعلومات اللي كانت على القرص اللي كان عايز سمونز يخص أول ذكاء اصطناعي قابل للبرمجة في العالم، ومن خلاله يمكن يتم استغلال أسوأ استغلال، ومن خلاله تقدر تسيطر على دول وبنوك وفنادق من جهاز كمبيوتر واحد. وبيعرفوا إنهم لسه محتاجين هارس لأن المفروض كان عنده ميعاد مع اللي هيشتري الصفقة. فبتيجي الأرسلين فكرة مجنونة وهو إن يجي مكان هارس لأن كده كده ما يعرفوش شكله، لكن هتكون المشكلة هي إن لازم يكلم سمونز عشان يبلغه بالباسورد وقت الاستلام. فبيحل المشكلة دي إن هيخلي سارة تستخدم الصوت بتاعها أثناء المكالمة، وبيروح فعلا أورسين على أساس إنه هارس، وبيكون جي ديفيز وراه علشان يأمن ظهره لو حصل حاجة. واكتشفوا في نفس الوقت وبيكون داني مع سارة في الأوضة وبتقوله إن لازم يجهز علشان يهرب لأن قدامهم بالظبط دقيقة والحارس هيعرفوا هم عملوا إيه. وبيتم الصفقة ما بين أورسين اللي عامل نفسه هارس ومع الأوكرانيين. بيطلبوا منه الرقم السري فبيتصل بسمونز وبيجي دور سارة عشان تحول الصوت لصوت هاريس وبيبلغوا بالرقم السري وبتتم العملية. لكن طبعا الموضوع مش بالسهولة دي لأن الحارس اللي كان موجود يوم ما أورسين اقتحم الفيلا كان هو كمان موجود هناك وشاف أورسليم وبلغهم إن مش هاريس، وبيعيد الموقف وبيقول إن أورسلين لجي ديفيز إن يقتلهم، وفعلا قدر يقتلهم في الآخر إن يهرب بالجهاز اللي في العربية. وبتيجي طيارة هليكوبتر وبتقعد تضرب عليه نار لكنه بيقدر يهرب، لكن بيوقف له عربيات وبياخد اللاسلكي. بيكون مايك هو اللي صاحب الطيارة اللي وقف أورسلين وقال إن هو أكبر نفوذ وسلطة وعنده عدد رجالة أكبر وهو اللي هيفوز. وبيبلغوا جيك إن مايك بيعمل حاجة غلط إن قتل كل الأوكرانيين وأخد الشنطة ومشي، ومعنى كده إنه شغال لحسابه مش لحساب حد. وبيقتل جي ديفيز الشخص اللي بيهدد أورسين، وبيروحوا هما الاتنين بالطيارة الهليكوبتر عشان يلحقوا مايك. وفي نفس الوقت بتقدر سارة إنها تعطل تحويل الفلوس لسيمونز، لكن بتوع الأمن بيعرفوا إن في حد عطل نظام الأمن، وبتحاول إيميليا تعرف فين اللي عمل كده وبالأخص إن الإشارة جاية من جوه القصر. وبتهرب سارة بسرعة وبيعرف سيمونز الحقيقة وبيأمر كل الرجالة إنهم يطاردوهم، لكن بيقدر داني إنه يتخلص منهم عربية ورا التانية لغاية ما بيشوفهم جيك ديفيز على جهاز التتبع. فبيروح أورسينا عشان ينقذه بإنه يضرب صاروخ على رجالة سيمونز، وبعدها بيأكد نيسان إن مايك شغال لوحده مش مع حد، ومعنى كده إن سيمونز ممكن يكون حليف لمجموعة أورسين، وبالأخص بعد ما سارة أخدت الصفقات بالدليل من على جهاز سيمونز. وبيروحوا لسيمونز وبيتفقوا معاه على إنه هيقدر يحصل على العمولة بتاعته في المقابل إنهم هياخدوا الجهاز بس بشرط إنه يقول لهم مين المشتري. فبيقول لهم سيمونز إن تريكن أرنولد عايزين ذكاء اصطناعي متصل بالأقمار الصناعية ومن خلاله هيتحكموا في البنوك المالية في العالم، وفي خلال دقايق هيوقعوا كل الأسواق. وبيتفقوا إن سيمونز هيغطيهم بحيث يقدر يدخل أورسين الشركة، وفعلا بدأت العملية. وبيروح سيمونز مع داني، ولما بيوصل الشركة بيلاقي مايك قاعد مع ترينت وبيوضح لهم إن كان لازم يحولوا له العمولة بتاعته، وبيبين لهم إن ضرب صواريخ على الأقمار الصناعية بتاعتهم.
هو بيديهم هما التلاتة ورق فيه أقرب الناس كل واحد فيهم والميعاد اللي فيه هيكون مقتولين، ويقول لهم إن معاهم دقايق عشان يفكروا ويحولوا له العمولة بتاعته. وبيكون ترينت وأرنولد خايفين جدا وبيحولوا له العمولة لسيمونز، لكن مايك بيقول لهم إن كداب ومش هيعرف يعمل حاجة. وشد ما بينهم الخلاف وبيضربوا على بعض نار وبيقتلوا كل الناس، وبيكون أرسن بيقتل بتوع الأمن واحد ورا التاني بمساعدة جي ديفيز لغاية ما بيوصل للمكتب، وهناك بيلاقي الشنطة واللي بيحاول ياخدها وبيهجم عليه مايك، لكن أورسين بيضربه كتير لغاية ما بيموته، وبيقدر إنه يرجع بالشنطة وبيروح لنيثان عشان يديها له، وبيقول لهم إن سعيد إنهم عدوا المهمة ونفذوها وإن عنده ليهم مهمة تانية. لكن أورسين بيسيب لهم الشنطة وبيقول له إن رايح أجازة يستريح قبل ما يعمل أي حاجة، وبياخد جي ديفيز وسارة معاه. هو بيخلص فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، ومع كل يوم فيلم جديد وحكاية جديدة. كانت معاكم تاليا محمد، واللي كتبت الفيلم معانا النهاردة ولاء كمال.